يا صباح الفل، صباح الجمال. هشرح النهارده جزئيه صغيره جدا كده بموضوع ظبطه الكاوتش او التاير بريشر. لما تطلع لك العلامه وتدخل تظبط في بنزينه، ازاي تقفل العلامه من على التابلو ومن على الشاشه. في حاجه اسمها من على سيتنج العربيه، بتجيبه من على زرار العربيه، اسمها اندر انفليشن انيشاليزيشن. هوريكم بتيجي ازاي وايه اللي بيتم في اقل من دقيقه. طيب لما تظهر لك علامه التاير بريشر ايه اللي بيحصل؟ اولا بتدوس على علامه العربيه كده، اللي هو زرار العربيه ده احنا قلنا زي ما قلنا ده السيتنج بتاع العربيه. بتدوس عليه كده بيطلع لك فانكشن، بيطلع لك اندر انفليشن انيشاليزيشن، بتدوس عليها بيطلع لك مسج اللي هي بتاعت الادجاست، بتدوس اوكي، بيطلع لك ريجست زي ما احنا شايفينها اهي. كده انت برمجت الايه، علامه التاير بريشر. طب العلامه بتاعت الكاوتش لما تطلع لك على شاشه العربيه دي شكلها ايه؟ العلامه دي تمام، دي علامه ظبطه الكاوتش اللي هي كده وفي شرشره من تحت، دي علامه التاير بريشر. لما خلاص الفرد هتريح منك وانت هتبتدي اللي انت هتدخل بنزينه وتزودها وعاوز تفصل العلامه دي من على الشاشه من هنا، زي ما احنا قلنا بندخل على اندر انفليشن انيشاليزيشن. اوكي اوكي ريجستد. تمام. انا ما بحبش اطول عليكم، زي ما انا معودكم الفيديو في دقيقه بسيطه كده يكون شرحنا حاجه بسيطه، واللي جاي احلى معاكم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. السلام عليكم.